البوليس دقوا في بابي مع 2 د الليل. قالوا لي راك معتقل بتهمات النصب والاحتيال. مرتي كانت واقفه موراهم كتبكي ولا كتمثل. ما قاومتش. في الكوميساريه البوليسي شاف الدوسي ديالي وتصدم، عيط على الرئيس ديالو وبدا كيوشوش. دقايق من بعد البيرو عامر بالضباط الكبار. واحد فيهم شاف فيا وقال: سيدي، علاش ما قلتيش لينا شكون انت بصح؟ الدقان جا مع 2:07 الصباح. ماشي دقه مؤدبه، ماشي دقه ديال سمح لي برزتك. هادي كانت دقه ديال المعقول، قاصحه ومصممه، من داك النوع اللي كيفيقك من نوم عميق وكيخلي قلبك يضرب بالجهد قبل حتى ما تكون واعي مزيان. انا كنت ديجا فايق بطبيعه الحال. كنت فايق هادي 3 السوايع، جالس في الظلام في بيرويه في الدار، كنتفرج في كاميرات المراقبه في البيسي ديالي. كنت سنى بالضبط هاد اللحظه. الصونيد خدمات ومن بعد دقات اخرى. البوليس حل. سديت البيسي، خشيتو في بلاصتو السريه مورا المكتبه ديالي ومشيت بهدوء للدخله الدار. خطواتي كانوا محسوبين بلا زربه. كنت تعلمت هذه مده طويله ان الخلعه هي عدوه النجاه. حليت الباب. 2 بوليسيين بالزي الرسمي كانوا واقفين قدامي، والبادجات ديالهم كيبريو في الضوء الصفر ديال الباب. موراهم كانت طوموبيل البوليس واقفه عندي في الدوره الدار، الضواو ديالها كيسينيو بلا صوت. ومورا الضباط اللي واقفين في الطريق كانت مرتي سيمون، والدموع نازلين من عينيها. كانت لابسه بينوار ديال الحرير اللي كنت شريت ليها في عيد زواجنا، شعرها الكحل مطلوق على كتافها، والماسكارا ديالها سايحه في خطوط مقادين على حناكه. كانت كتبان مدمره، قلبها مهرس بحال شي مراه اللي الدنيا ديالها يلاه تهرسات. كانت ممثله بارعه، هادي خاصني نعترف بها. مسيو ويستون كارينغتون، لوفيسي اللي مقلف، شاب يمكن في نص الثلاثينات ديالو، وعنده بلاكه مكتوبه فيها مارشال. يدو كانت محطوطه على سلاح الخدمه ديالو. هذاك هو انا. سيدي، انت معتقل بتهمة النصب، الاختلاس والسرقة. عندك الحق تسكت، أي حاجة غتقولها تقدر وغادي تستعمل ضدك في المحكمة. كمل كيقرا عليا الحقوق ديال ميراندا ديالي. ولكن أنا ما كنتش كنتصنت، كنت كنشوف في سيمون طريقة باش كانت كتطبطب على عينيها بالكلينكس اللي كان ديجا محطوط ليها في جيب البينوار ديالها. طريقة باش كانت متكية على دراب زند البالكون بحال غتسخف أي لحظة. طريقة باش خزرات فيا مرة واحدة غير الثانية بنظرة ديال الانتصار خالص. قبل ما ترجع تكمل تمثيلية الحزن ديالها كانت كتحساب ليها ربحات، ما كان عندها حتى فكرة. واش فهمتي هاد الحقوق كيف شرحتهم لك؟ فهمت. دور عافاك، يديك اللور. درتي داكشي اللي قال. المينوت كانوا باردين على معاصمي، احساس ما حسيت به من 8 سنين من اخر مره تعتقلت فيها. ديك المره كانت في واحد المستودع في بوغوتا، دايرين بيا الرجال كانوا باغيين يقطعوني طراف ويصيفطوني لواشنطن في ميكا ديال الجدد. هاد المينوت حسيت بهم بحال فيهم الحنين للماضي. ويستون، جات سيمون كتجري كتحاول تقرب ليا، صوتها مقطع بواحد العذاب اللي مقاد على حقه وطريقه. اسمح لي بزاف، ما بغيتش نتيق، ولكن الادله. سكتات وهي كتبكي. كيفاش قدرتي دير لينا هاد الشيء لولادنا؟ شفت فيها بصح، شفت فيها مزيان. في المرة اللي تزوجت بيها هذه 13 عام، ولادي، الشخص اللي كنت كنتيق فيه اكثر من اي واحد في العالم. تهلاي ليا في ايمي وفيليكس. قلت بهدوء: قولي ليهم كنبغيهم. واخا. مدات يديها وقصت لي وجهي. صبعانها كانوا باردين. انا اسفه بزاف ويستون. ما جاوبتهاش. البوليسي ماراش داني الطوموبيل ديال الخدمه وعاوني نطلع اللور. وحنا غاديين بعاد على الدار شفت من الزاجه اللورانيه سيمون كانت واقفه في الدخله ديال الباب كتشوف فيا وانا غادي، حاطه يدها على فمها بحال الا مصدومه. ولكن قدرت نشوفها كتضحك غير لواحد اللحظه. فاش حساب ليها حتى واحد ما كيشوف، طاح ليها القناع. شنايفها تعوجوا الفوق بابتسامه، وعينيها كانوا كيلمعوا بالفرحه، وبانت تماما كيف ما هي. مرايا الله دمرت راجلها وفلتات منها، وهكا كان كيسحاب ليها. طريق الكوميساريه خدات 18 دقيقه، دوزتهم ساكت. كنشوف الزناقي المظلمين كيدوزوا، وكان راجع تسلسل الاحداث في دماغي. 3 شهور ديال التوجاد، 47 ساعه ديال التسجيلات الصوتيه، اكثر من 200 تصويره، كشوفات حساب البنكه، الايميلات، الميساجات، مقاطع فيديو، المراقبه. كل شيء اللي كنت محتاج باش ندمر سيمون، آرتر، والمؤامرة ديالهم كاملة. خليت راسي تشد حيت كنت محتاج هاد الشيء يكون رسمي. كنت محتاج التهم تسجل، كنت محتاج مصلحة البوليس دوزني في السيستيم ديالهم.
تدخل معلوماتي وتخلق مسار ورقي اللي ما يقدروش يتنازعوا عليه ولا يتجاهلوه. وكنت محتاج سيمون تيق بشكل مطلق وكامل بأنها ربحات، حيت فاش الناس كيعتقدوا أنهم ربحوا كيوليو مهملين، كيحتفلوا وكيديروا أغلاط. سيمون كانت على واش كدير أكبر غلطة في حياتها. الكوميسارية كانت هادية مع 2:30 الصباح، شي بوليسي في مكاتبهم، سكران ناعس في الحبس، والصوت الخفيف ديال الضواء والمراوح ديال البيسيات. الضابط مارش داني لواحد البلاصة ديال الإجراءات، حيد لي المينوط وبدا الإجراءات ديال الدخول. خوي جابك عافاك، درت داكشي بزطام، تليفون، سوارت، شوية الصرف، شي سلاح، شي حاجة ماضية، أي حاجة تقدر تأذي بها راسك ولا ناس أخرين؟ لا. جلس ليه، خصني ندخل معلوماتك. جلست في واحد الكرسي ديال البلاستيك حدا الحيط بينما مارش كيطابي في البيسي ديالو. كان كيبان عليه الملل وهو كيدير الإجراءات الروتينية ديال توقيف عادي. غالبا كان كيعتقد أني مجرد مجرم آخر ذوي الياقات البيضاء، شي محاسب تشد وهو كيسرق. ما عنده حتى فكرة. شفتو كيكتب سميتي، تاريخ ميلادي، رقم الضمان الاجتماعي ديالي. شفتو كيدير إدخال، وشفت السيستم كيبدا يخدم. ومن بعد شفت وجهه كيتبدل. في الاول حيرة، غوباش حجبانو، ميل راسو شويه للجنب، من بعد تصدم، عينيه توسعوا، صبعانو تجمدو فوق الكلافي، من بعد الخلعه، وجهو صفار، فمو تحل ودفع الكرسي اللور بحال يلا البيسي بغا يعضو. اشنو هادشي؟ قرب عاوتاني للقدام، قرا شي حاجه في الشاشه ورجع دفع اللور. ما يمكنش هادشي يكون بصح. كتب شي حاجه اخرى، وراك على اونطري، قرا النتائج، يدو بدات كترتعد. سيادة الضابط، خليت صوتي هادئ فضولي. كاين شي مشكل؟ ما جاوبش، كان ديجا كيمد يدو لتليفونو، كيدخل النوامر بصبعانو كيرتعدو. كابيتان، معاك مارش، خاصك تجي لهنا دابا. سكت شويه. وياه سيدي، دابا. عارف شحال في الساعه؟ هادشي ما كيتسناش. سكت عاوتاني، ما نقدرش نشرح لك في التليفون، خاصك تشوف هادشي بعينيك. قطع. شاف فيا، شاف في الشاشه، شاف فيا عاوتاني. سي كارينغتون، خاصني نطلب منك تجي معايا. واش غادي تديني لشي زنزانه؟ لا سيدي، لغرفه الاستجواب. وتردد بحال يلا ما عارفش كيفاش يصيغ داكشي اللي بغا يقول. واش بغيتي شي قهوه، ما اي حاجه؟ دابا انا وليت مهتم بصح. هادي 2 دقائق كنت متهم بالنصب ودايرين ليا المينوط، ودابا كيعرضوا عليا نشرب. السيستم دار خدمته. قهوه تكون مزيانه، كحله بلا سكر. وياها سيدي. داني لواحد بيت صغير ديال التحقيق، حيوط بيج، طبله ديال الحديد، 2 كراسه، وخلاني بوحدي. الباب ما تسدش بالساروت من موراه. من الشرجم الصغير كنت كنشوفو كيهضر بالزربه مع بوليسيه اخرين، كيشير البيسي ديالو وكيدير مكالمات اخرين. جلست وتسنيت. في قل من 5 دقائق وصل الكابيتان ليلان غريسون. كان في نص الخمسينات ديالو، غليظ وعينيه عيانين بحال شي واحد شاف بزاف في 30 عام ديال الخدمه. دخل لبيت التحقيق بلا ما يدق، كان هاز دوسي في يدو وباين عليه واحد الدهشه كبيره في وجهه. مستر كارينغتون، هذا انا. جلس قبالتي، حط الدوسي فوق الطبله وبقى كيشوف فيا واحد المده طويله. قال في الاخر، انا بوليسي هادي 32 عام، كنت كنصحاب راسي شفت كل شيء، ولكن عمري شفت شي دوسي بحال ديالك. شنو كيقول الدوسي ديالي؟ حل الدوسي، انا كنت ديجا عارف شنو كاين لداخل. على حساب السيستم ديالنا انت شخص مهم في الزيرو تحقيق جاري بالضبط. ما عندك لا سوابق عدليه، لا مذكرات بحث، لا مخالفات سير. سكت شويه، وانت اصلا ما كاينش. انا ما كاينش؟ بصمات سبعانك رجعوا عليهم علامه، تصنيف المستوى الخامس، الوصول ليه ممنوع الا الوكالات الفيدراليه اللي عندها تصريح سري للغايه. هز عينو فيا. واش عارف شنو كيعني المستوى 5 سي كارينغتون؟ عندي فكره. كيعني انه ايا كنتي شكون ما كنتي راك فايتني بزاف. كيعني انه اصلا ما كانش خاصنا نعرف باللي راك كاين. عاد زيد عليها تكون جالس معايا في غرفه الاستجواب مع 3 ديال الصباح. تحل الباب، دخل الضابط مارش بالقهوه ديالي، حطها قدامي بشويه ورجع للقند ديال البيت بحال الا خايف يقرب بزاف. انا ديجا عيطت كمل الكابيتان غريسون، المكتب الميداني ديال الاف بي اي، وزاره العدل، اي واحد طاح ليا في بالي يقدر يكون عنده اجوبه. واش عارف شنو قالوا لي؟ عندي الفضول نعرف. قالوا لي نشدك، ما نطلقكش، ما نسولكش،
ما ندير والو من غير نتسنى. هو تكا اللور في الكرسي ديالو. شي واحد جاي، شي واحد واصل بزاف، وحتى يوصل خاصني نتعامل معاك وكيف ما كيقولوا بحال شي شخصيه مهمه زائره. شربت جغمه من قهوتي، كانت خايبه ولكن دوزت ما خيب منها في بلايص خيب. كابيتان، ممكن نسولك سؤال؟ بكل سرور. التهم ديال النصب والاحتيال اللي عليا والادله اللي تقدمات، واش عارف منين جات؟ هو قلب في الملف. شي معلومة مجهولة توصلنا بها البارح في العشية. اتهامات مفصلة، وثائق داعمة، شهادة الضحايا، كل شي كان كيبان صحيح. سكت شوية. دابا ما بقيتش متأكد. المعلومة جات من مرتي. حجبان غريسون طلعوا. سيمون كارينغتون، المرأة اللي كانت كتبكي في البالكون ديالي فاش شدوني البوليس ديالكم، هي اللي خطات لهاد الشي كامل. الوثائق المزورة، شهادات الضحايا الكاذبة، كل شي. كانت كتخطط لهاد الشي هادي 3 شهور. علاش مركك غادي تورطك في النصب؟ حيت عندها علاقة غرامية هادي 3 سنين مع واحد الراجل سميتو آرثر سينكلير، وحيت لقات واحد الكونت بونكير بسميتي فيه 2.1 مليون دولار، وحيت كانت كتحسب ليها الا قدرات تشدني وتحكم عليا تقدر تطلقني وانا في الحبس وتدي كل شيء، الدار، الدراري، الفلوس. غريسون بقى كيشوف فيا. هذه تهمة خطيرة سي كارينغتون، وفي نفس الوقت صحيحة، وعندي الدليل. 47 ساعة ديال التسجيلات الصوتية، 200 تصويرة، كاميرات مراقبة، سجلات بنكية، وإيميلات اللي كتوثق كل خطوة في المؤامرة ديالها. إلا عندك هاد الأدلة كاملة، علاش ما جيتيش عندنا؟ علاش خليتي راسك تعتقل؟ ضحكت، حيت كنت محتاج كل شي يكون مسجل رسميا. كان خاصني نخليها تظن أنها ربحات، وخاصني نكون جالس في هاد البيت، في هاد الكوميسارية مع ضباطك والنظام ديالك. ملي بانت الحقيقة الباب تحل مرة أخرى. دخل واحد الراجل طويل، شعره فضي، لابس كوستيم كيسوى أكثر من اللي كيشدو أغلب الناس في الشهر. كان كيتحرك بواحد الثقة هادئة ديال شي واحد اللي مولف يكون هو المسؤول، مولف يدخل البيوت ويلقى كل شي كيحترم وجوده. عرفتو ديك الساعة المدير توبياس آيفز ديال الاف بي اي قال لهم كل شي خرج دابا. غرايسون ناض بالزربة حتى كان غيطيح الكرسي ديالو. مارش كان ديجا مشى قبل ما يكمل المدير هضرته. الباب تسد موراهم، خلاني بوحدي مع واحد من أقوى المسؤولين على تطبيق القانون في البلاد. المدير آيفز جلس قدامي. سبكتر، قالها بشوية. شحال هادي السي المدير؟ فاش وصلتني المكالمة ما قدرتش نتيق. ويستون كارينغتون تشد بتهمة النصب في شي بلدة ضواحي كاليفورنيا. ظنيت باللي خاصها تكون شي غلطة. ماشي غلطة، أنا اللي رتبت ليها. عينيه ضياقو. رتبتي الاعتقالك انت؟ كان خاصني ندوز من خلال النظام، كان خاص التهم يتوثقوا رسميا، وخاص مرتي تتيق بأن هاد مراتني. مرتك؟ حرك راسو بشوية. قريت الاتهامات ويستون، الاحتيال، الاختلاس، السرقة من الكليان. واش عارف شحال من واحد تقدر تدمر ليه الكارير ديالو بهاد الاتهامات؟ انا عارف. وانت حليتي هادشي يوقع عن قصد، خليتيه. تكلور في الكرسي ديالو هو كيشوف فيا بعينين حادين ديال واحد دوز 40 عام وهو كيقرا بنادم. علاش؟ حيت سيمون كانت كتخطط باش تدمرني هادي 3 شهور، هي وصاحبها واحد سميتو آرثر سينكلير. صوبوا اوراق مزورين، اخترعوا شهادات ديال الضحايا، ونسقوا مع محاديه فاسده سميتها بريسيلا ديليني باش يبنيو ضد قضيه احتيال. الهدف ديالهم كان هو نشد الحبس، نطلق وندخل السجن، بينما هما ياخذوا كل شيء اللي عندي. وكنتي عارف هاد الشيء كيوقع. اكتشفت هاد الشيء في شهر واحد. دوزت هاد 3 شهور الاخرى وانا داير عمليه استخبارات مضاده ضد مرتي. المديره ايس بقات ساكته واحد شويه. درتي عمليه استخبارات مضاده ضد مرتك. هي استهدفات واحد العميل سابق في السي اي، غير هي ما كانتش في خبارها. سكت شويه. عندي كل شيء يا المديره. تسجيلات صوتيه ديالها هي وارثر كيخطوا للتهمه، فيديو ديالها كتزور في الوراق في البيرو ديالي في الدار، كشوفات حساب بنكيه كتبين ارثر كيخلص المحاميه، ميساجات، ايميلات، سجلات المكالمات. أدلة كافية باش نتهموهم ب3 بالتآمر، النصب والاحتيال، تقديم بلاغات كاذبة للشرطة،
وعرقلات سير العدالة. فين كاينين هاد الأدلة؟ في واحد البلاصة مأمنة. غادي نحتاج المساعدة ديالك باش نوصل ليها. البيسي بورطابل ديالي مخبي في البيرو ديالي في الدار، وسيمون غادي تكون تما. المدير آيس حرك راسو بالبطء. غادي نصيفط فرقة، غادي نأمنوا الأدلة ونجيبوا مراتك للاستجواب. شاف فيا الدراري إيمي وفيليكس 12 و9 سنين راهون جلعسين في الدار، ما عارفين والو على هادشي. غادي نضمنوا أنهم يكونوا محميين. هادشي اللي بغيت السي المدير. الدراري أبرياء في هادشي كامل. ناض قاد الفيستا ديالو. عارفة ويستون، أغلبية الرجال في الموقف ديالك كانوا غيواجهوا مراتهم ديك الساعة اللي اكتشفوا فيها الخيانة. كانوا غيطلبوا الطلاق، يتقاتلوا في المحاكم ويديروا بزاف ديال الصداع. ولكن ماشي انت. أنا تدربت باش نكون صبور. صبور؟ تبسم واحد شوية. دوزتي 18 عام وانت كتخترق المنظمات الإجرامية، طيحتي كارطيلات، تجار سلاح وتجار بالبشر. كنتي من أحسن العملاء اللي كانوا عندنا. سكت واحد شوية. ومراتك حساب ليها تقدر تغلبك بالذكاء. ما كانتش عارفة شكون أنا. لا، تمشى جهة الباب، من بعد وقف وشاف فيا. هذه هي الحاجة اللي كاينة في الهويات السرية، ياك؟ كيخدموا حسن من القياس بعض المرات. الناس اللي قراب ليك بزاف ما كيعرفوش الحقيقة ديالك. فكرت في هاد الشيء لواحد اللحظة. يقدر يكون هادشي في صالحنا. يقدر. حل الباب. جلس هاني يا سبكتر. هاد الليلة غتكون طويلة. خليني نقول لك شكون أنا في الحقيقة. سميتي ويستون توماس كارينغتون. تزاديت في 1975 في واحد المدينة صغيرة في فيرجينيا. ولد عامل في معمل ومعلمة ديال المدرسة. كنت طفل عادي في أغلب الحوايج. نقاط مزيانين، صحاب قلال، دري هادئ كيدوز أغلب وقته كيقرا الكتوبة وكيحلل الأجهزة الإلكترونية باش يشوف كيفاش خدامة. ولكن كانت عندي موهبة وحدة اللي ميزاتني. كنت نقدر نكون أي واحد. البلان بدا في الثانوية. كنت كنبدل الشخصية ديالي على حساب كل موقف. المهرج ديال القسم مع الدراري اللي كيلعبوا الرياضة، التلميذ الجاد مع الأساتذة، الدري الحساس والمنعزل مع البنات اللي كنت باغي نعجبهم. ما كانش داكشي تلاعب بالضبط، كان بحال التمثيل، بحال إلا كتلبس حوايج مختلفين كيناسبوا مناسبات مختلفة. مني وصلت للMIT طورت هاد القدرة لشي حاجة أكثر تطور. وليت نقدر نبدل لغة الجسد ديالي، طريقة هضرتي وتصرفاتي كاملة باش تناسب أي دور كان خاصني نلعبو. CIA ردات البال. جندوني في 1998 في العام الأخر ديالي في الجامعة. قرب عندي واحد الراجل لابس كومبلير مادي من بعد الكور، عطاني كارت فيزيت وقال لي 6 ديال الكلمات اللي بدلوا حياتي. بلادك محتاجة للمواهب ديالك. من بعد 3 شهور كنت في واحد المركز ديال التدريب في فيرجينيا، كنتعلم المهارات اللي غادي يحددوا 18 عام الجاية من حياتي. المراقبة المضادة، الاستجواب، المقاومة، القتال اليدوي، إتقان الأسلحة، المتفجرات، اللغات. مع الوقت وليت كنطلق 7 ديال اللغات، ولكن المهارة الرئيسية ديالي كانت هي التسلل. القدرة ديالي باش نولي شخص آخر، نتقمص هويات بشكل كامل لدرجة أني بعض المرات كنت كنسى شكون أنا بصح. عطاوني اسم حركي، سبكتر. لمدة 18 عام كنت شبح. تسللت الكارتيلات المخدرات في كولومبيا، شبكات تجارة الأسلحة في أوروبا الشرقية، عصابات الإتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا. دوزت شهور وبعض المرات سنين وأنا كنبني تغطيات وكنكسب الثقة وكنجمع معلومات استخباراتية اللي طيحت شي وحدين من أخطر المنظمات الإجرامية في العالم. تشديت 17 مرة، تضربت بالقرطاس 3 المرات، تعذبت 2 المرات، شفت صحابي كيموتوا، قتلت ناس كانوا كيستاهلوا يموتوا، وواخا هادشي كامل بقيت مخفي شبح. في 2016 كانت عندي 41 عام. كانوا عندي 2 ولاد، إيمي عندها 4 سنين وفيليكس عنده عام، ومرتي اللي كان كيسحب ليها أنا مستشار في المعلوميات كيسافر بزاف على ود الخدمة. فاتوني أولى الخطوات وأولى الكلمات، وما تعدش شحال من قصة ديال قبل النعاس. لينك الجزء الثاني غادي تلقاوه في أول تعليق. المرجو الدعم باللايك والاشتراك.